بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وكويسين كده وزي الفل. بص بقى، النهارده عملت معاكم اطعام ما شاء الله، كان زي الفل. يلا بينا نخش على الطريقه، بس قبل ما نخش على الطريقه نصلي على النبي ونذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اول حاجه انا عملتها، نزلت جبت فراخ. انا اولا كده مش هقول لكم على كميات عشان خاطر الكميات اللي معايا مش هينفع انا اقول، عشان عارف ان هو حرام، بس انا ممكن اقول لكم انا عملت ايه. جبت الاول كميه الفراخ اللي عندي، انا جبت وراك ما جبتش فراخ، تمام. مسكتها نضفتها وغسلتها وعملت فيها كل حاجه. وبعد كده ابتديت ان انا احط عليها بصل طماطم فلفل توم، ونزلت عليهم بملح فلفل اسود كمون كزبره حبه البركه 7 بهارات، جوز الطيب مطحونه، قرفه مطحونه، حبه مطحون، كبابه صيني. كل التوابل اللي ممكن تحطها هتلاقيها حطها في الفراخ الحاجه الوحيده اللي بحب التوابل، حطيت لها كاري، حطيت لها بهارات فراخ، حطيت لها بهارات كتير. البهارات اللي عندكم كلها حطوها، تمام. هنا بوريكم الفراخ بعد ما ظبطتها، مسكتها غسلتها ونضفتها من جوه الجلد ومن تحت الجلد. انا بحب الحته اللي زي الكبده اللي من تحت دي، عشان كده سبتها، تمام. مسكتها زي ما انا بوريها لكم، هي ان انا غسلتها نضيفه، ودي اهم حاجه عندكم. ما دام هتعملوا حاجه لله لازم تعملوها زي ما بتعملوها لبيتكم بالظبط. انا عشان اعمل صينيه البطاطس بالبطاطا دي بعملها كده في بيتنا، بنضفها بالطريقه دي، بشقها بنفس الطريقه دي، بحط عليها نفس التوابل دي. كميه التوابل كانت كتيره، بس انا بحب يعني كميه التوابل كانت كتيره عشان خاطر الكميه كبيره، تمام. جبت ايه بقى؟ جبت معايا البطاطس والبطاطا، تمام. جبتهم حطيتهم قطعتهم مكعبات تكون كبيره شويه عشان خاطر نبدا ان احنا نظبط دنيتنا، ويبقى شغلنا مظبوط، ما يبقاش البطاطس مهريه والفراخ مش مستويه والكلام ده. صلوا على النبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، تمام. جبت نص الخلطه اللي انا كنت عاملها، اللي هي بالبصل والثوم والفلفل والطماطم والبهارات، حطيت نصها على البطاطس بالبطاطا وقلبتهم، والنص التاني المفروض ان انا اخلط بيهم الفراخ. انا لو حطيت الفراخ الكميه كلها على الفراخ مره واحده ما كنتش هعرف اظبطها، لان ما شاء الله كانت الفراخ شويه كتيره، والتوابل ما كانتش هتيجي في كل الفراخ، وما كانش هيتشربها كل الفراخ، فكانت كل شويه احط شويه وشويه شويه وشويه. هنا كنت بوريكم البطاطس والبطاطا اللي انا عملتها، واوريكم قد ايه. وهنا زي ما قلت لكم ان انا قسمتها 2 وحطيت التوابل معاها، تمام. هبدا ان انا اظبطها واصلي على النبي واذكر الله. معايا الفراخ المتبله، معايا البطاطس والبطاطا المتبلين، ومعايا كده شغلي باذن الله رايق. جبت بقى كاس حراري، ما عندكوش كاس حراري حطوها في صواني عادي، ايا كان بقى اطعام او بتاع. بس انا كان بالنسبه لي كاس الحراري كانت عندي، وغير ان هي كانت عندي انا كان عندي تعالى نجيب دلوقتي لان الوقت كان مأخر معايا، تمام. هبدا ان انا افرش صينيه البطاطس والبطاطا بالتوابل بالبصل بالطماطم بالفلفل من تحت، واحط عليها 4 وراك. ده الكيس الكبيره، انا كنت جايب الكيس كان عامل اللهم صل على النبي ال3 اكياس في الباكيته الواحده. ال4 بيكون صغير، خليكم في ال3 بيكون متوسط، مش كبير قوي مش صغير، بس بيكون مظبوط، تمام. هبدا ان انا احط في الصواني ال4 وراك وشويه البطاطس، واقفل البتاع على كده، واحط بقى مع دخلت الفرن. بس حطيت من تحت تحتي حطيت ميه شويه ميه من تحتيه، وفي الصينيه ومع الكيس الحراري كوبايه عصير طماطم او بتاع عاديه، يعني كوبايه ميه عادي اللي انتوا عايزين تحطوه حطوه. انا كنت بحب اعملها بلبن على فكره، بس ما حبيتش اللبن قوي في الاطعام عشان ما حسيتش ان الناس ممكن تتقبله، تمام. صلوا على النبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوا على النبي. هنا بقى جينا للرز، تمام. معايا الرز، معايا هنا انا كنت جايب كميه، تمام. نزلت عليها زيت وسمنه، اللهم صل على النبي. انا كنت حاطط كوبايتين زيت، كوبايتين سمنه، كوبايه زيت، عشان الكميه معايا كانت كبيره. ولكن لو الكميه قليله طبعا هتقلله، تمام. ابتديت ان انا اشوح لحد ما الرز احط ايدي عليه يلسعني كده، يبقى الرز معايا اتشوح. طبعا لو في شعريه غير طبعا. اول ما احط ايدي على الرز الاقيه الرز يلسعني، اجي نازل عليه بالميه السخنه، تمام. بس الاول بنزل عليه بالبهارات. البهارات بتاعتي كانت الكاري، كانت كركم، كانت فلفل اسود، كانت ملح، كانت ماجي، بس كده. رز بالبهارات او الرز المبهر او الرز الاصفر بالتوابل ما بياخدش اكتر من كده. اكتر من كده ما بيبقاش حلو مره، ما بيبقاش حلو خالص، تمام. صلوا على النبي واذكروا الله ونكمل. بصوا انا فضلت اشوح فيها لحد ما شربت تبلت الرزايه كلها، بمعنى اصح كده خليتها كلها، شميت ريحه التوابل كده وانا واقف، مع اني كنت شامم ريحه عصير برتقال، مش عارف ليه. طبعا انا ما كانش لازم اعدي اليوم غير لما اشرب كوبايه شاي. اليوم كان صعب وكان طويل، بس كانت انا لذيذ وكنت حابه.
اللهم صل على النبي. بعد كده رحت نزل عليها بالميه المغليه، الميه ما كنتش حاسس فيها اي حاجه غير بس بصلايه وطماطميه وزيتون يغلوا مع بعض وقرن فلفل وكم فص ثوم. تمام. هنا كنت بوريكم الصواني اللي في الفرن. النار بتبقى هاديه في الاول، النار بتبقى عاليه في الاول لحد ما تبدا تغلى معايا. بعد كده باجي موطي النار لحد ما الدنيا تظبط معايا. تمام. قولوا تمام. صلوا على النبي. هو بوريكم ان النار بتكون من تحت مظبوطه ومن فوق مظبوطه. اهم حاجه ان انتوا تطعموا الطعام، دي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيطعم الناس، وكان لازم ان احنا نطعم الناس. اللقمه بتشيل الهم وبتشيل المرض وبتشيل الزعل وبتشيل النكد وبتشيل كل حاجه في الدنيا. احب الاعمال الى الله اللقمه، احب الاعمال الى الله ان احنا نطعم الناس. احنا لازم نطعم الناس. تمام. صلوا على النبي واذكروا الله اللي نفسه ربنا يكرمه بعيل او اي حاجه نفسك فيها. اقرا القران و اللهم صل على النبي. اطعم الطعام تلاقي ربنا كرمك باذن الله. تمام. هنا انا الفراخ كان لونها ما كانش عاجبني، ما كانتش متحمره اللون اللي انا حابه وما كانتش عجباني بصراحه، فقلت انا هطلعها من الكيس بعد ما استوت ودهنت على وشها زيت اللهم صل على النبي، زيت وحبه بابريكا بس. هي ما بتاخدش اكتر من كده، زيت وحبه بابريكا هيخلي لكم لونها جميل وزي الفل. تمام. اذكروا الله وصلوا على النبي. لا اله الا الله محمد عبد الله ورسوله. تمام. اول ما نزلت عليها رحت حطيتها في الفرن ورحت دهنها زي ما انتم شايفينها كده وحطيتها في الفرن. انا يا جدعان بحب قوي احمر الفراخ في الفرن، بحب اسمع صوتها، بحب اشم ريحتها. اي حاجه فيها فراخ في الفرن، اي حاجه فيها فراخ في الفرن بالذات تحمير الفراخ بتكون جميله قوي. صلوا على النبي واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. انا عايزكم كلكم بعد ما تشوفوا الفيديو ده كلكم تروحوا تجيبوا حتى لو ب 100 جنيه حاجات وطلعوها لله. اعملوا اطعام حلو. انا على فكره مش عايز اصور وما كنتش حابب اصور، بس قالوا لي ان انت ما دام انت ما قلتش على الكميات، يعني مثلا مثلا انا عملت 100 وجبه، انا عملت 1000 وجبه، انا جبت 1000 ورك. قالوا ده اللي ما ينفعش، وعشان كده انا مش هقول لكم انا جبت قد ايه، ولكن انا قلت لكم الطريقه. تمام. والى حد ما عرفتكم ازاي تعملوها. يعني خلاص انتوا كلكم ما شاء الله عليكم كده يعني اي حد بيتابع مصطفى ما بيكونش ناجح. تمام. ما كنتش بيعرف يطبخ. يعني صلوا على النبي واذكروا الله ووحدوا الله كده في قلوبكم. كده كانت الفراخ معايا جهزت. اللهم بارك. هو انا ما كنتش عامل كتير بصراحه، على حسب الفلوس اللي خاصه معايا ما كنتش عامل كتير. انا كنت عامل مش عارف، مش هقول لكم يعني، بس هو ما كانش كتير وما كانش قليل، كان حلو. شايفين الورك كان ما شاء الله كبير. انا كنت جايب في الكيلو الواحد 3 وراك. رحت الراجل بتاع الفراخ الصبح قلت له انا عايز في كل كيلو 3 وراك. فضل يحط ويوزن 3 او 3 شيلهم ويحط غيرهم 3 ويحط كده لحد ما معايا الكميه اللي انا عايزها واللي انا كنت قايل عليها. والحمد لله يعني ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال باذن الله. بصوا ما شاء الله. انا كنت بوريكم الفراخ بعد ما طلعت من وانا رصيتها بقى عشان اعرف اشيلها كلها. رحت بقى ايه، صلوا على النبي. ده الخضار بتاعنا اللي احنا استوى اللي هي البطاطا والطماطم. ما شاء الله كان شكله حلو مره حلو. ربنا يتقبل مني ومنكم يا رب صالح الاعمال. انا كنت عايز اوريكم الفراخ قد ايه مستويه مع الكيس الحراري. عايز اقول لكم ان الفرن ما خدش معايا بالظبط. انا كنت بحطها على طول في الفرن لان الفرن بتاعي ده وعند الاخوان بتاعت البوتاجاز حلوه مش وحشه، فكنت حاطط في الفرن ده وفي الفرن اللي هو الميكروويف اللي هو الفرن الكهرباء والفرن بتاع البوتاجاز، فما خدوش معايا وقت. بس انتوا لو البوتاجاز بتاعكم مش مظبوط او مش احسن حاجه بلاش تعملوها في الفرن. خلوا الفراخ لوحدها ياكلوها واللحمه لوحدها. صلوا على النبي ونكمل الفيديو معانا.